الحوار الرئيسي والأساسي هو اللي في المغرب. باقي جولات الحوار الأخرى كلها مساندة وداعمة للحوارات. الحوار اللي في الجزائر هذا حوار للأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة. هناك حوار في بروكسل لعمداء البلديات، هناك حوار في القاهرة لشيوخ وزعماء القبائل، هناك حوار في تونس للثوار وقادة الميليشيات. هذه كلها تدعم في هذا الحوار الذي يقام هنا، وهو الحوار الرئيسي في دولة المملكة المغربية الشقيقة. هذه كلها مساندة للحوار الرئيسي. الحوار الرئيسي هو الذي في الإسخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة. باقي الحوارات كلها مساندة لهذا الحوار الرئيسي. لماذا يعني هذا الاتفاق على مبدأ تشكيل حكومة وفاق وطني في الجزائر؟ بنود الحوار هذه تدعم وليس تشكل. اللي في الجزائر في بروكسل في كل المناطق تدعم الحوار اللي في المغرب الذي يدعو إلى إعادة تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا. هذه كلها تدعو، ولكن القرار والسيادة النهائية كلها في حوار الصخيرات، وهو الحوار الرئيسي لهذا الجولة. نعم، هناك إجماع على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن كما ذكرنا أن الخلاف الرئيسي هو حول مصير السلطة التشريعية. لماذا هذا الخلاف حول هذه السلطة؟ هو الخلاف أصلا على السلطة التشريعية. الخلاف بدأ من حين انتهاء مدة المؤتمر الوطني وتشكيل البرلمان الوطني الجديد اللي هو مجلس النواب. هنا بدأت الخلافات، من الشرعي، البرلمان أو المؤتمر؟ دخلنا في صراعات من خلال المحاكم، من خلال نقاشات أدت هذه الصراعات إلى نزاع مسلح بين الليبيين. هنا دخلت الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لحوار لإعادة الشرعية وإعادة النصاب إلى حكومة وفاق وطني. هذا الذي نسعى إليه ويسعى إليه الأخوة المحاورين في المغرب بالصخيرات لتشكيل حكومة وفاق وطني وتكوين الجسم الشرعي والبرلمان الشرعي في ليبيا وإعادة تشكيل الحكومة الوطنية من جديد. ثم اتفقنا على الترتيبات الأمنية في شيء، مسودة الاتفاق كذلك في شيء. قدم اقتراح وهو تكوين مجلس النواب والمجلس الأعلى أو مجلس الرئاسة أو الاستشاريين ومجلس الرئاسة اللي فيه رئيس الوزراء والنائبين الاثنين. هذه النقاط كلها رجعت بها الوفود سواء من البرلمان أو من المؤتمر الوطني أو الأحزاب والمستقلين لمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة والحضور لهذه الجلسة. كما ذكرنا أن السلطة التشريعية مقسمة بين برلمان طبرق والمؤتمر العام في ليبيا. كيف ستكون ملامح هذا التوافق؟ كيف يمكن أن يتم توافق على هذه السلطة بين برلمانين متنازعين؟ أختي العزيزة، الآن ليس هناك برلمانين، برلمان واحد ومؤتمر واحد، وكل شخص في اتجاه. البرلمان وحده والمؤتمر وحده. لكن يعني هناك سلطتان في ليبيا. صح، سلطتان في الغرب وفي الشرق، صح، ولكن الآن جلوس والحوار من أجل سلطة واحدة ستكون في ليبيا من خلال برلمان واحد ومجلس تشريعي سيكون معاه أو مجلس شورى ومجلس رئاسة. هذا اللي حنجلس عليه في الأيام هذه إن شاء الله. برناردينيو ليون الوسيط الأممي أو موفد الأمم المتحدة في ليبيا يعني قال بأن جولة الحوار الثانية بالجزائر تعد نجاح كبير بتوافق الأطراف على 90% من النقاط المقترحة في مسودة الاتفاق التي قدمتها الأمم المتحدة. أختي العزيزة، الليبيين الحقيقيين، الليبيين الذين يريدون دولة، يريدون شرعية، يريدوا ليبيا أن تستقر وقف هذه الدماء، لازم من الجلوس والحوار ونجاح الحوار وتشكيل حكومة وطنية. الذين الآن لا يريدون الوحدة ولا يريدون تشكيل حكومة هم الميليشيات التي غير خاضعة للقانون، الإرهابيين، والذين الآن يعتبروا عدو الليبي وعدو العالم، هم الذين يدمرون ليبيا ولا يريدون الخير لليبيا. ولكن الليبيين الحقيقيين، الليبيين الثوار 17 فبراير الذين طاحوا بحكم القذافي الظالم، كلهم يريدوا الحوار والجلوس وتكوين ليبيا جديد. نعم. هل الأطراف الليبية يعني باتت قريبة من التوصل إلى حل سياسي في ليبيا؟ كل ليبي حقيقي لا يرضى بهذا الدم الليبي. كل الليبيين أعتقد وأتوقع إن شاء الله موافقين على الحوار، ويكون هذا المخرج الذي يجمع الليبيين ويعود لم شمل الليبيين وعودة ليبيا إلى
موقعها الطبيعي. كما ذكرت أن هذه الجولات من الحوار تتواصل في وقت تستمر العمليات العسكرية الميدانية. أخيرا تم استهداف سفارة المغرب في طرابلس وأيضا سفارة كوريا الجنوبية. نحن نعلم أن الفوضى القائمة في ليبيا سمحت ببروز جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على الجزء الأكبر من مدينة سرت. ربما المرحلة المقبلة والتحدي المقبل بغض النظر عن الاتفاق السياسي سيكون هناك تحدي كبير بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية وحكومة التوافق في حال تشكيلها. أختي العزيزة، في هذه المناسبة أقدم اعتذارنا لأشقائنا في المغرب، ولكن الحمد لله سيكونوا معنا شركاء في الحوار لأنهم هم راعيين الحوار. هذا الاستهداف للسفارة ليس استهداف للمغرب فقط، إنما استهداف لليبيا ولإفشال الحوار. ولكن عزيمة المغاربة حكومة وملك وشعب كلهم معنا، يتحملوا معنا هذه المشاق، لأن هذا العدو التي ذكرتيه هم الذين يسعوا إلى عرقلة وفشل الحوار. كذلك المجرمين والذين لا يريدون الخير إلى ليبيا هم الداعيين لإفشال الحوار وخلق البلبلة والفوضى في ليبيا. ولكن بعزيمة الليبيين إن شاء الله سنقضي عليه، وقادمون وماضيون في الحوار بعون الله. وبنظرك هل ستطلب حكومة وحدة التوافق في حال تشكيلها دعما دوليا لمحاربة التنظيم المتطرف؟ أختي العزيزة، لا أبالغ أن قلت هذه الحكومة إن شاء الله لا تولد ميت، إنما إن شاء الله سيقف معها العالم. هذه الحكومة مستعدة أن تخدم إن شاء الله وبعون الله، ولكن بدعم الليبيين وأشقائنا وأصدقائنا العرب والمسلمين والعالم كله. سنقف مع هذه الحكومة بكل جهودنا لإنجاح هذه الحكومة. نعم. عبد المجيد غيث سيف النصر، القنصل العام الليبي في المغرب، شكرا جزيلا.